النهارده هناخد افضل طريقه عشان نحفظ بيها الامثال الشعبيه الامريكيه. هالو، انا سيف الله وانت بتسمع السيد كل 6 شهور لغه، والنهارده الحلقه السادسه من كورس المثل بيقول ايه، او كورس الامثال. النهارده بقى الطريقه بتتلخص في الاتي، وركز فيها جدا عشان تطبق اللي انا بقول لك عليه. احنا هناخد المثل بالانجلش وهناخد المعنى بتاعه بالانجلش. اللي انت مطالب تعرفه، لو المعنى بتاع المثل بالعربي مش في دماغك اعرفه، ده اللي هتكتب معناه. اوكي، ما تكتبش معنى المثل مباشرة. مش عارف انت فهمتني ولا لا، بس الموضوع ده مهم انك تفهموه. المثل ما تكتبوش بالعربي، اكتب ترجمته الانجليش بالعربي. عيدها بقى كتير لو ما فهمتهاش، بس اظنك فهمت يعني. يلا بينا نبدأ. اول مثل النهارده بيقول easy does it. easy does it. easy does it معناها بالانجلش slow down، اللي هو ايه؟ بالعقل كده، اهدى، ابطئ. اوكي، ابطئ. slow down، خليك بطيء شويه، خليك رزين، او باللغه العربيه رصين. اوكي. المثل الثاني بيقول get your act together. get your act together. get your act together بالانجلش معناها work better or leave، يعني اشتغل كويس او ما تشتغلش، اشتغل كويس او ارحل. الترجمه الايه الحرفيه. اوكي. المثل الثالث بيقول hang in there. hang in there. hang in there. hang in there. الترجمه الحرفيه بتاعتها اللي هو ايه؟ اشنق نفسك والعياذ بالله يعني. خلاص. طيب هو المثل دوت ترجمته بالانجلش ايه؟ don't give up. don't give up اللي هو بالعربي ما تستسلمش يعني. don't give up. اوكي، don't give up. المثل اللي بعد كده بيقول it's not rocket science. it's not rocket science اللي هو ده مش علم صخور ولا علم صعب. خلاص. اللي هو الترجمة بتاعته بالانجلش it's not complicated. it's not complicated. اوكي، يعني الموضوع مش معقد. خلاص، تقوله كده لما تحس ان اللي قدامك مستصعب حاجة، فتقول له المثل ده على طول it's not rocket science. المثل اللي بعد كده بيقول pull yourself together. خدنا النهارده كتير together. اوكي، pull yourself together معناها calm down، اهدأ. هتلاقي حد عصبي قول له المثل ده pull yourself together calm down. المثل اللي بعد كده والاخير معانا النهارده بيقول so far so good. so far so good. so far so good. طبعا ده صعب الترجمه ترجمه حرفيه وتستخدمه، هترجمه اكيد غلط. طيب معناه بالانجلش بيقول ايه؟ things are going well so far. things are going well so far يعني الامور لحد دلوقتي ماشيه كويس. اوكي، لما حد يسالك على طبيعه العمل فانت عاوز ترد تقول له حتى الان الامور ماشيه زي ما انت عاوز، هتقول له المثل ده على طول so far so good. اوكي. طبعا الامثله مهمه، الامثله دي هي اللي بتدي معنى لكلامك. انت ممكن تكون كويس جدا 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 في الكلام، بس كلامك مش هيعجب اللي قدامك، غير لما تستخدم الامثال دي تحس ان اللي قدامك حابب ان هو يسمعك. اهتموا شويه بالامثال. اشوفكم بكره في حلقه جديده من كورس جديد، والسلام عليكم.